فئات العربيات اللي تحت مليون ونص بقت ملخبطه قوي وعشوائيه، فانا هقول لك ترشيحات للعربيات اللي تحت المليون ونص. هنبدا بالعربيات اللي مش صيني، واول عربيه معانا هي نيسان سنترا. دي لو انت كلب اعتماديه وما يهمكش في العربيه غير انها بس تبقى مريحه، هي ارخص عربيه معانا النهارده، صيانات رخيصه وقطع غيار مرميه في كل حته. نفس الفكره على الالانترا الاي دي التجميع المحلي، بس بصراحه الاوفر برايس عليها اوفر قوي فهفكسها دلوقتي. لو عايز حاجه شبابيه صغيره كده، عندك الاوبل كورسا والسيات ايبيزا، ويستحسن لو ال 1600. خش على العربيات الصينيه، وهنبدا بمين تفتكر؟ برافو عليك، زي ما انت قلت المشطشطه، ده مش هزار والله انا بتكلم بجد. العربيه اللي تحسها نسخه معدله من الام جي 6 هي جي اي سي امباو. عربيه جميله بحبها قوي بصراحه، اداء وموتور واوبشنز وكل حاجه. اخواتها الامزوم والامكو برضو ارشحهم بقوه، وانا جي اي سي عامه من اكتر البراندات الصينيه اللي بحبها. في برضو البايك الاكس 55، عربيه كده تحسها كروس اوفر، واخده هيئه العربيه كروس اوفر الكلاسيكيه، وبرضو شكل وموتور كويسين جدا. واخر عربيه هي الجيتور الاكس 7، عربيه بقالها في السوق كتير وعامله مبيعات مش وحشه، ده غير ان هي العربيه الوحيده في اللي انا قلتهم اللي 7 سيتس. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تعرف كل جديد العربيات في مصر.